اللي وصفه بالطبع كابتن عزيز بالكمبيوتر. يوسف، هذه تشكيلة فريق اليابان. اليابان الذي لا يمزح، هي مباراة رسمية. يريد أيضا، حتى وإنه هو فريق غني لا يحتاج ربما 500,000 دولار، ولكن يحتاج إلى السمعة. صحيح. أظن يلعب تشكيلة هو على البنش يعني حتى في الفريقين اللي يلعب المباراة الأولى والمباراة الثانية فهو على البنش. بعض الأحيان إدارة النادي هناك تخبط كبير في فريق الوداد، حتى الإدارة لا تعرف كيف ما تحتاج، وحتى في عملية كما قلنا البرمجة محاسب المباريات، وبالتالي ضيعت فرصة كبيرة على فريق الوداد بالذهاب مع الفرق المغربية. جواد، بعد جواد مساء الخير، مرحبا بك، إليك الميكروفون. الله ما شاء فعل. الآن محطة جديدة، الآن فرصة للوداد من أجل الخروج من هذه المسابقة بانتصار معنوي. امامكم تشكيل فريق الوداد البيضاوي كما قلت. الحسين عموت يغير في التشكيل تقريبا 6 لاعبين. الخامس مشاهدينا الكرام تعطى ضربة البداية. الفرق بين اوراوا في بقية الأندية كغامبا اوساكا، بينما لدينا كرة ومتابعة بعد النهائية وواجه الريال مدريد، وكلنا تابعنا ذلك النهائي. علي أحمد المهاجم على الأوسط، نعم خبرة هؤلاء مكنت فريق الجزيرة الإماراتي من الوصول إلى نصف النهائي لمواجهة فريق الريال مدريد. هنا أول انطلاقة وأول مبادرة هجومية لفريق الوداد البيضاوي. الحكم يشير إلى وجود ركلة حرة لفائدة فريق. ترقب داخل منطقة الجزاء، مرفوعة الكرة خطيرة، وضعية تسلل على ما يبدو من جانب اللاعب محمد أولاد. سنتابع الإعادة بالفعل راية مرفوعة وتسلل في 9 مواجهات. هذه كرة ملعوبة في الجهة اليمنى، عرضية، فرصة، لدينا كرة ملعوبة على الجهة اليسرى، عرضية ومتابعة بعد ذلك من عبد العظيم في الدوري الياباني. هذا الموسم سبق له لعب في الدوري السويسري. خطيرة، هدف اوراوا في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. هدف من اروع ما يكون صراحه، هدف من اروع ما يكون لفريق اوراوا. ياتي في هذه الاثناء نعم تسديده حقيقه مفاجئه. ماوريسيو انطونيو بطريقه جميله جدا يتمكن من افتتاح باب التهديف لفائده نادي اوراوا. شوف الاعاده مجددا مره اخرى. ماوريسيو هنا من دون رقبه. رائع كيف ما كان الحال. صحيح هدف يسجل في مرمى الوداد، ولكن هدف رائع جدا. شوف الاعاده، حط الطبيعه المتحده والمرشح الكبير للانتصار. هذه فرصه، حداد يراوغ، هي كان حاضر من نيشيكاوا. هذه الاعاده مجددا، اغلق عليها الزاويه تماما. الحداد اسماعيل يرفع داخل المنطقه، فرصه، جول الوداد يعود. الوداد يعدل بسرعه. هذا هو الاحمر، نعم لا يستسلم. هذا هو الاحمر الودادي يعدل ما هي الا دقائق. لم يهنأ اليابانيون بهدف التقدم. يتمكن النهيري، نعم محمد النهيري الظهير الايمن القادم من نادي الفتح الرباطي، بهذه الصوره لمس احد اللاعبين. شوف الاعاده، اسماعيل الحداد ومتابعه بالراس من جانب اللاعب محمد النهيري. من ثاني فرصه، من ثاني محاوله، يتمكن الوداد الرياضي من ادراك هدف التعادل، لكن نطمح في المزيد معنويات. يحفز اللاعبين اكثر. انطلاقه من اسماعيل، امشي يا اسماعيل، امشي يا اسماعيل، والركنيه من اجل ان يكون اليابان دائما حاضر في كاس العالم. بينما خطيره، الثاني لاوراوا. نعم اهداف تتوالى، وهدف كاشيواكي بالفعل بعد خطأ في سوء التغطية الدفاعية. مرة أخرى حذرت من الأخطاء في المراقبة وفي التغطية الدفاعية، والآن نتيجة هدف ثاني للفريق الياباني عن طريق لاعب كاشيواكي. كنت أعرف مسبقا بأن دفاع الوداد سيعاني اليوم نظرا أكيد التفاعل السريع للهجمات اليابانية، والأكثر من ذلك التغييرات التي قام بها الحسين عموتة في خط الدفاع. شوف الإعادة، شوف سوء المراقبة، لاحظوا كم الهائل، لاحظوا العدد الكبير للعناصر اليابانية داخل منطقة الجزاء، ولكن أين هي المراقبة وأين هي التغطية؟ سوء تموضع مدافعي فريق الوداد لاعبين. هذه كرة تصل للجهة اليمنى، عرضية، بدر الدين بن عاشور. شوف الإعادة هنا سوء التغطية مرة أخرى. هناك مشكل كبير. هناك
الهاشمي، بينما هنا كرة ملعوبة في وسط الميدان. هنا متابعة خطيرة للاعبين من أجل مستقبل أفضل ومن أجل ممارسة أفضل في على الأقل حتى نهاية الموسم، لأنه عنده استحقاقات مهمة جدا. بينما لدينا كرة وفرص مع أندية أخرى في المستوى الإفريقي، بينما خطيرة خطيرة خطيرة. وضعية تسلل، وضعية تسلل، وضعية تسلل في هذه الكرة. ذكرت بأنه نظام الاتحاد الإفريقي خلى الوداد لا يستفيد من الانتدابات اللي قام بها في الصيف الماضي. طبعا بسهولة، بينما كرة ملعوبة عرضية نهيري، كورتك النهيري هاتي مكافأة لكل اللاعبين بعد المجهود الكبير في كأس افريقيا. بينما كرة من اسماعيل الحد الى قيمة أناجم، يعني شفنا مثلا أناجم لما غاب كان صعب جدا تعويض قيمة هذا اللاعب. بينما لدينا كرة في الجهة اليسرى، الحداد يرفعها في اتجاه خضروف، لكن المتابعة التي أتمنى حضورها في القادم من الدقائق. بينما لدينا كرة إسماعيل تطول، تطول. هنا غامر بشكل كبير نيشيكا والذي أراد أن يتحصل على ركلة مرمى. عموما هذا هو اسماعيل، دائما الخطورة حاضرة من اسماعيل، يتحول للجهة اليسرى. لاحظوا اسماعيل يمينا يسارا، ولكن البشرية الكبيرة والكبيرة جدا. بينما لدينا هنا كرة خطيرة، فريق الرجاء في ذلك المونديال بل كان ابن الدار فتحي كرة خطيرة خطيرة خطيرة. محمد وليد فرصة، هدف ثالث، هدف ثالث مرة أخرى. ماوريسيو هنا يستغل هفوة دفاعية ليتمكن من إضافة هدف ثالث على بعد ربع ساعة من انطلاقة الجولة الثانية. ماوريسيو ثاني أهدافه في المباراة وثالث الأهداف لنادي أوراوا. ماذا يحصل في دفاعات فريق الوداد الرياضي؟ شوف الإعادة مرة أخرى نفذت بطريقة ذكية. رابح يخطئ وأولاد إبعاد كان سيء جدا، إبعاد كان سيء من أولاد، لكن مرت على رابح. شوف هنا رابح الخطأ الأول وأولاد الخطأ الثاني في الإبعاد، وماوريسيو يستغل هذه الأفواه ويتمكن من إضافة الهدف الثالث لتتعاقد. من يجب تغييرهم، من يجب تغييرهم هنا رضا لاجوج وكذلك محمد ولاد. جاءت بأعداد محترمة، كرة مرفوعة، تدخل بعد ذلك من جانب دفاع البيضاوي. اسماعيل الحداد يمشي بلا رضا لاجوج. اسماعيل، هي اسماعيل، ممتازة وممتازة هذه العملية، لكن ردة فعل من حارس المرمى نيشيكاوا. بالفعل هذه الإعادة أذكر بأن جزاء لفائدة فريق الوداد البيضاوي، ربما ركلة جزاء الآن لفائدة فريق الوداد الرياضي. رضا على جوج، وجول، جول ثاني للوداد الرياضي عن طريق رضا لاجوج. 3 مقابل 2 مشاهدينا الكرام، ورضا بالفعل يسجل اسمه في هذه الكأس العالمية للأندية من خلال هدف ثاني من علامة الجزاء بعد. السلام عليكم ورحمة الله. بعد المشاهدة لا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب والتعليق.